تخيل إنك تتولد وتعيش كل حياتك جوه مبنى مقفول. عمرك ما شفت الشمس. ممنوع حتى تعرف شكلها الحقيقي. كل يوم بتصحى على جرس، بتلبس نفس اللبس، وبتاخد نفس الفيتامينات. وكل ده عشان إيه؟ عشان يعلموك إزاي تكوني بنت مثالية، عشان عيلة غنية تيجي تتبناكي وتعيشك في جنة بره المبنى ده. لكن إيه اللي هيحصل لو اكتشفت إن الجنة دي كذبة، وإن العائلات الغنية دي مش جاية تتبناك، دي جاية تشتري أجزاء منك؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في فيلم ليفل 16. ركز معايا لأن النهاية هتصدمك. بطلتنا هي فيفيان، بنت في أكاديمية فيستاليس. المكان ده مش مجرد مدرسة داخلية، ده عالم كامل معزول عن أي شيء خارجي. لا شمس ولا هواء ولا حتى انعكاس للوجه في مرآة حقيقية. البنات هناك بيتربوا على مجموعة من القوانين الصارمة، بيسموها الفضائل الأنثوية: النظافة المطلقة، الطاعة العمياء، الصمت والابتعاد عن أي فضول أو تمرد. بيتم إعطائهم فيتامينات بيقولوا لهم إنها للحفاظ على صحتهم وجمالهم، وهي في الحقيقة جزء من نظام طبي صارم بيشرف عليه الدكتور ميرو، العقل المدبر وراء هذا النظام، والذي يعمل جنبا إلى جنب مع الآنسة بريكسيل. فيفيان بتوصل أخيرا للمستوى الستاشر، وهو المستوى الأخير والأكثر أهمية. البنات هنا في قمة السعادة، بيحسوا إنهم خلاص على وشك تحقيق الحلم. في المستوى ده فيفيان بتقابل صوفيا صديقتها القديمة اللي كانت معاها في مستويات أقل. صوفيا بنظرات مليانة شك وخوف بتهمس لفيفيان بسر خطير: ما تبلعيش الفيتامينات، دي مش فيتامينات، دي منومات قوية. فيفيان في الأول بترفض تصدق، بتعتبر كلام صوفيا مجرد تمرد ملوش لازمة، لأنها اتعودت على الطاعة المطلقة. لكن كلام صوفيا بيزرع بذرة شك صغيرة في قلب فيفيان. في ليلة دي فيفيان بتقرر تخاطر، بتعمل نفسها بلعت الحباية لكنها بتخبيها تحت لسانها وبتنام في السرير. فجأة الباب بيفتح ببطء، حراس ضخام بيدخلوا الغرفة ومعاهم الآنسة بريكسيل، مديرة الأكاديمية. الحراس بيبدأوا يشيلوا بعض البنات وهم نايمين بسبب المنوم، وكان من ضمنهم فيفيان. بيتم أخذ فيفيان وزميلتها أوليفيا إلى صالة عرض سرية، وهناك الآنسة بريكسيل بتقدمهم لزوجين مسنين أغنياء. فيفان وهي غايبة عن الوعي جزئيا بتسمع الحوار المرعب. الزوجة بتختار أوليفيا وبتتكلم عن جودة البشرة والنقاء. فيفيان بتسمع كلام عن البضاعة والمنتج. الرعب بيشل حركتها بس بتفضل صاحية. البنات دول بيتباعوا بعد ما بيتم إرجاعهم للغرفة. فيفيان بتعرف إنها شافت جزء من الحقيقة بس لسه مش فاهمة كل حاجة. صوفيا اللي كانت بتحاول تهرب بتتعاقب بشدة. فيفيان بتشوفها وهي بتتعذب، وده بيأكد شكوكها: لازم تعرف الحقيقة. فيفيان وصوفيا بيقرروا إنهم لازم يعرفوا السر. في ليلة تانية بيتسللوا بره الغرفة وبيتبعوا ممرات الأكاديمية المظلمة. بيوصلوا لغرفة طبية سرية، وهناك بيشوفوا الكارثة اللي هتغير حياتهم للأبد. بيلاقوا زميلتهم ريتا، اللي كان المفروض إنها اتبنت من كام يوم، نايمة على سرير طبي لكن جثتها مشوهة تماما، وشها مسلوخ بالكامل. المنظر صادم ومقزز لدرجة لا توصف. هنا الحقيقة المرعبة بتتكشف زي الصعقة: الأكاديمية دي مش مدرسة، ومفيش عائلات غنية هتيجي تتبناهم. المكان ده عبارة عن عيادة تجديد شباب بيديرها الدكتور ميرو، وهو طبيب تجميل. البنات بيتربوا في الظلام وممنوع يشوفوا الشمس، وبياكلوا أكل معين عشان جلدهم يفضل نقي وناعم جدا. ولما بيوصلوا لسن ال16 بيكون جلدهم وصل لأعلى درجات النقاء، وهنا بيتم تخديرهم وسلخ وشهم. البنات دول مجرد بضاعة، مجرد مصدر لجلد نقي بيتم تربيتهم زي الماشية في مزرعة بشرية. فيفيان بترجع الغرفة وهي منهارة، بس الرعب بيتحول لغضب وتصميم. بتقرر إنها مش هتستنى دورها عشان تموت زي ريتا. بتبدأ توعي البنات التانيين، بتقول لهم الحقيقة المرعبة وبتخليهم يوقفوا أخذ الفيتامين. الآنسة بريكسيل بتبدأ تلاحظ إن البنات بقوا متمردين ومش بيناموا بسرعة. بتحصل مواجهة شرسة بين فيفيان والمديرة، وفيفيان بتستخدم ذكائها وبتقدر تسرق الكارت الذكي اللي بيفتح أبواب الأكاديمية. في لحظة درامية فيفيان بتواجه بريكسيل. فيفيان بتغلب بريكسيل في مواجهة شرسة وبتحبسها جوه القفص اللي كانت بتعاقب فيه البنات، وده كان رمز للعدالة اللي بتحصل في المكان. فيفيان وصوفيا بيفتحوا الأبواب للبنات وبيحاولوا يهربوا، لكن إنذار الأبواب بيضرب، والحراس بتبدأ تطاردهم في كل مكان في الأكاديمية.
أثناء المطاردة في الليل صوفيا بتتفاجئ بحارس بيضربها وبتتأذى في رجليها. فيفيان وصوفيا بيقدروا يهربوا من الحراس وبيدخلوا مخزن أو كوخ خارجي مهجور وبيقفلوه على نفسهم من جوه. الدكتور ميرو بيوصل وبيحاول يخدع فيفيان إنها تخرج، وبيقول لها إن أهلها هم اللي باعوها وهي طفلة وإنها بضاعة ملكهم. هنا فيفيان بتعمل أغرب وأشجع حاجة ممكن تتخيلها، بتمسك مشرط طبي بتلاقيه في المخزن، وبدون تردد بتشوه وشها بجرح عميق، وهي عارفة إن الدكتور ميرو مش مهتم بحياتها، هو مهتم بوشها النقي اللي هيتباع. وبالجرح ده هي دمرت البضاعة بتاعته وخلت نفسها ملهاش قيمة عند الدكتور ميرو. والدكتور ميرو وقتها بيتصاب بالجنون، خطته كلها باظت بسبب تصرف فيفيان الجريء. فيفان وصوفيا بيفضلوا محبوسين جوه المخزن طول الليل ومرعوبين، لكنهم متمسكين بالأمل. ومع أول ضوء للصبح بيسمعوا صوت تكسير للباب، بس المرة دي مش الحراس، دي قوات الشرطة والإسعاف اللي وصلت للمكان بعد ما العمليات الإجرامية اتكشفت أخيرا. فيفان وصوفيا بيخرجوا هما ساندين بعض، وجوههم مليانة تراب وإرهاق، بس عينيهم فيها بريق جديد، والأول مرة في حياتهم بيشوفوا الشمس. المشهد مؤثر جدا وهم بيغمضوا عينيهم من قوة الضوء اللي مش متعودين عليه. الضوء بيوجعهم لكنهم في نفس الوقت بيمنحهم شعور بالحرية لم يعرفوه من قبل. أخيرا بقوا أحرار والكابوس انتهى. فيلم ليفل 16 مش مجرد فيلم رعب أو إثارة، ده صرخة قوية ضد استغلال البشر وضد هوس المجتمع بالشباب والجمال المزيف. قصة فيفان وصوفيا بتورينا إن الحرية ليها تمن، وإن الشجاعة ممكن تطلع من أضعف الأماكن. لو كنت مكان فيفيان هل كنت تقدري تاخدي قرار زي ده؟ هل كنت هتضحي بوشك عشان حريتك؟ شاركوني رأيكم في التعليقات. ولو أعجبكم الملخص ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.